المحافظات اهتماما بزراعة النباتات الطبية والعطرية. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية، ليمثل المهرجان حلقة وصل بين مزارعي ومنتجي هذه النباتات والمصدرين من جميع أنحاء العالم. الذهب الأخضر، هكذا يطلق عليها مزارعوها والمعنيون بأمرها. النباتات الطبية والعطرية أصبحت مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي وأحد الأنشطة المساهمة في توفير العملة الصعبة. ولدعم زراعة هذه النباتات نظم هذا المهرجان بمحافظة الفيوم باعتبارها إحدى المحافظات الرئيسية التي يهتم مزارعوها بزراعة النباتات الطبية، وبها مساحات شاسعة مزروعة بتلك المحاصيل. والمعرض كان اختيار عبقري، ان المعرض يتعمل تقريبا في بؤره انتاج الاعشاب والنباتات الطبيه والعطريه في الفيوم وشمال الصعيد. وده المطلوب في الفتره اللي جايه، ان دعم الصناعات الغذائيه، لان هي مستقبل مصر. هو ده المفروض التحدي الحقيقي في التوقيت ده، ان احنا اول هام يبقى في قيمه مضافه بدل ما تصدر المنتج بحالته الطبيعيه، وده بيكون عمره الانتاج، عمر الاستخدام بتاعه، الديدلاين بتاعه قصير اكسباير. لكن لما بنعمل عمليه صناعيه تقدر تحتفظ بالقيمه الغذائيه مده اطول، وتحتفظ بيه بمساحه اقل، سهوله النقل، والتكلفه بتكون القيمه الغذائيه محتفظ بيها، وتقدر عشرات الاطنان تختزلها في مساحات اصغر. كلها منتجات مهمه جدا وبنشتغل فيها. المصنع في خط تجفيف على اعلى مستوى، في 2 كلر سورتكس، في خطين غربله، خط للورقيات وخط للحبوب، في مكن تعبئه من اول 50 جرام لحد كيلو. والمصنع متطور جدا وبنلبي احتياجات العميل. المهرجان يعد الثاني من نوعه، نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ليمثل همزة وصل بين عارضي المنتجات من النباتات الطبية والعطرية من محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا والوادي الجديد، والمصدرين من جميع أنحاء الجمهورية. هي البلد مش هتنهض غير بالتصدير، واحنا يمكن كل الكلام اللي اتقال عليه سياده الرئيس ان احنا نقفل الفاتوره الاستيراديه ونزود التصديريه. وده كان يمكن المفروض الحاجات دي كنا لعبنا عليها من زمان، او نبتدي ندور عليها، لان هي اللي بتدخل العمله الصعبه للبلد. احنا عندنا خط متكامل، خط تجفيف متكامل، بنجفف البصل والثوم والبقدونس، وده المصنع بتاعنا مشق منه اكتر من خط. يعني عندنا خطين غربله الحبوب اللي هي زي البقوليات والحبوب والشمر واليانسون والكراويه وخلافه يعني. وعندنا ايضا خط تاني للورقيات زي الريحان والبردقوش. العارضون اكدوا ان اسعار المنتجات مناسبه جدا، وان تاثرت ارتفاعا على المستوى العالمي بعد جائحه كورونا لدخولها في صناعه الكثير من الادويه، ما يعود بالنفع على المزارعين. أمر آخر يساعد المزارعين ويدعم قدرتهم على التصدير هو عزم محافظة الفيوم إنشاء وحدة تعقيم بالقرب من أكبر تكتل لإنتاج النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.